كنت لسه مخلصه سيشن ولاحظت ان الكلاينت ما شاء الله عليها عندها اصرار وعزيمه ان هي منتظمه جدا في جلسات الثيرابي على نفسها وفي الشغل على نفسها، بس عندها دايما صوت بيقول لها اوعي ما تعمليش الحاجه اللي اتفقتي عليها مع الكوتش بتاعتك او المنتور بتاعتك في السيشن، علشان لو ما مشيتيش على الروتين دوت انت هترجعي تتنكسي تاني، هترجعي للاول، هترجعي تاني تعاني من نفس الحاجات اللي كنت بتعاني منها قبل كده. فكانت دايما لما بتسمع الصوت دوت كانت بتقوم فعلا وبتشتغل على نفسها وبتعمل الاكشن بلان اللي اتفقنا عليها، بتعمل كل التمارين. بس لاحظت ان بمرور الوقت ان في تقطع، يعني ما بتعملش باستمرار التمارين، ولو عملتها بتحس بتقل وبصعوبة وما بقتش تعملها باستمتاع زي الاول. فهي كانت عايزاني اساعدها اني ارجعها تاني، احطها على التراك ان هي تبدأ تعمل كل التمارين اللي احنا اتفقنا عليها في الاسابيع اللي قبل كده بتاعه تهدئة الجهاز العصبي بشكل معين بوقت معين بكل التمارين. بس لما قعدنا نتكلم في الموضوع بشكل اعمق لقينا ان هي حاطه ممكن يكون معيار عالي جدا لنفسها بنفسها، يعني هو ما حدش حاطط لها المعيار ده من بره، هي اللي حاطه معيار عالي قوي، ولو نزلت عنه بتحس ان هي مش راضيه خالص عن نفسها، بمشاعر ان ايه ده انت كده هترجعي تروحي في حته منطقه وحشه اوحش بكتير من الاول، فلازم تعمله بمعيار معين. فبدانا ان احنا نحط استراتيجي مختلفه ان هي تقلل المعايير اللي حطها على نفسها. ولقينا كمان بالحوار والاسئله العميقه اللي بطرحها عليها في السيشن ان هي مش مشكلتها قوي في ان هي متضايقه من ان هي بتعمل التمارين بشكل متقطع او غير مستمر، او ان هي اصبحت حاسه ان مش بتعمل التمارين بروح او باستمتاع، او ما لقيتش حتى التاثير بتاع التمارين يبقى قوي عليها زي الاول. مش هي دي المشكله الاكبر، المشكله ان هي بتقوم تعملها بايه اللي بيقومها؟ الصوت بتاع جلد الذات، صوت بتاع انت ليه ما بقيتيش تعملي زي الاول. الصوت ده كان يفتقد للرحمه ولاحتواء الذات. فلما بنقوم نفسنا بالعافيه حتى واحنا بنعمل حاجه مفيده لنفسنا بتلاقينا قايمين طالعين الدافع بتاعنا من منطقه خوف، منطقه قلق، منطقه ان انت هتروحي في حته اوحش بكتير قوي لو ما عملتيش الروتين اللي انت محدداه لنفسك. فبيكون النتيجه طبيعي ان هي تبقى نتيجه غير مرضيه. فالمساعده هنا كمنتور مش انك تركزي على ان الاكشن اللي تعمله يبقى بشكل بيرفكت او بشكل مستمر. هو اكبر مساعده انت ممكن تقدميها كثيرابيست او كوتش للكلاينت بتاعتك في الجلسه ان انت تساعديها تكتشف الاصوات اللي جواها، وتكتشف هي اساسا بتقوم تعمل الحاجه دي من منطقه او الدافع اللي جواها خوف وقلق ولا حب للذات وتقدير لنفسها. عشان انا بحب نفسي وبحب احتوي نفسي، انا هعمل لنفسي التمارين الكواليتي تايم اللي انا بعمله لنفسي اللي بيهديني، اللي بيخليني حاسه بالسكينه والامان والاطمئنان، مش من منطقه ان انت لو ما عملتيش كده كأن واحد ماشي ورايا بكرباج، لو ما عملتيش كده انت مشاعرك هتبقى سيئه للغايه، مش هتعرفي تقومي بمسؤولياتك وجلد ذات من هنا للصبح. فظبطي الصوت الداخلي الاول.